وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هناك قوة في هذا القرآن ينساها أو يتناساها المسلمون أحيانا، ذكرها الله عز وجل في قوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لقد اعترف أساطين البلاغة والشرك في زمن نزول هذا القرآن بقوة وغلبة هذا القرآن، ولذلك اتفقوا على أن يعملوا أمرين: الأول أن لا يستمعوا لهذا القرآن، الأمر الثاني اللغو فيه، وكل ذلك عائد إلى استماع القرآن. إن مجرد استماع القرآن فيه أثر عظيم على قلب الإنسان، سواء كان يفهم هذا الكلام أو لا يفهمه، فإن لاستماع القرآن أثر كبير على الإنسان، ولذلك يجب أن ينتبه لذلك، سواء لقلوبنا نحن أو لمن ندعوه من غير المسلمين، فإن له أثرا كبيرا في هدايته بإذن الله.